تقريبا كده كل الأطفال من سن سنتين لحد سن 5 سنين بيمروا بمرحلة ممكن كده نسميها مرحلة اللأ، وطبعا من الصعب عليك انت كأب أو انت كأم انك يتقالك من ابنك أو بنتك معظم الوقت الكلمة دي لأ على كل حاجة، وطبعا بتحس بكمية غيظ تجاه هذا الكائن الصغير، وطبعا لو طوعت نفسك وغضبك عليه هتحس بالذنب الكبير، وفي النهاية بتحس بالحيرة والعجز ايه اللي ممكن اعمله وايه هي الطريقة الصح. وطبعا بيكون هدفك النهائي انك تربي طفلك بطريقة تسمح ليه بالازدهار. دي أميرة شغالة مدرسة اتجوزت وخلفت جنى بعد سنة من الجواز، كانت متحمسة جدا لانها تعلم بنتها الصح والغلط على كل حاجة. كل ما البنت تعمل حاجة تقول لها لا دي لا دي غلط، لا دي ما تعمليهاش، تيجي تمشي في تقول لها لا دي ما تمشيش هنا، تيجي تلمس البوتاجاز تقول لها لا ده ما تلمسهوش. ما ادتش ابدا لبنتها الفرصة ان هي تاخد فرصتها في ان هي تجرب وتحس الحاجة بنفسها، كانت بتحاول دايما ان هي تسيطر على كل سلوكيات الطفل. لكن الغريب ان جنى اول ما بدأت تتكلم كل اللي كان طالع عليها لا، لو قالت لها تعالي كلي برغم انها جعانة تقول لها لا، تعالي غيري الملابس يا جنى تقول لها لا، تعالي اغسلي سنانك يا جنى تقول لها لا. بدأت الأم تحس إن في مشكلة كبيرة جدا البنت بتعاندها، بدأت تضربها بسبب عنادها أو اللي هي مسمياها عناد، وكانت بتقول لها عيب تقولي لماما لا. ما بقتش عارفة تعمل ايه. معاها زميلتها في المدرسة الأخصائية الاجتماعية قالت إنها تقول لها أو تحكي لها وتشوف المشكلة معاها، ولما حكت لها قالت لها إن هي أسرفت في استخدام كلمة لأ من زمان مع الطفلة، وطبعا طلبت منها إنها تبطل توجيه صيغة السؤال للبنت، تحضر الأكل وتأكلها من غير ما تقول لها، تيجي تلبسها تاخدها وتتجاهل الكلام اللي هي ممكن تقوله. وطبعا الأهم في الموضوع إن هي ذات نفسها تقلل من كلمة لأ للبنت، لأ دي تكون بالنسبة لها عزيزة. أميرة بتقول إن الأمر اتحسن لما عملت اللي قالت عليه الأخصائية الاجتماعية، والعبرة هنا من القصة القصيرة دي بلاش نسرف في استخدام الأوامر مع الطفل، لازم نقدم ليه الأوامر بصيغة اقتراح. عارف إن الموضوع صعب لكن هذا هو السبيل يا صديقي. بلاش نقول لأ على اللي يسوى واللي ما يسواش للطفل. التجاهل في مراحل كتير من تربية الطفل مهم جدا، تجاهل في بعض السلوكيات الغلط اللي بيعملها الطفل لازم نسأل أهل الذكر، مثلا مدرس العربي أهل الذكر في العربي، مثلا الشيخ أهل الذكر في تلزم القرآن وحاجات الدينية، مدرس الإنجليزي أهل الذكر في الإنجليزي، مدرس الرياضة أهل الذكر في الرياضة. خد بالك إن التربية دي مهمة شاقة جدا، لازم نعملها وإحنا متسلحين بالعلم. تصليح الأخطاء في التربية وارد لكن لازم ناخد خطوة وبس كده. كان معكم محمد ناصر من قناة قطرة للناس الشاطرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.